معانا النهارده رحاب. قبل بس ما ابتدي هنتكلم عن حاجه بسيطه، ان انا دايما بيجي لي رسائل كتير على الصفحه، يا دكتور هو الاستجماتيزم ليه علاج ولا لا؟ الاستجماتيزم زيه زي طول النظر وقصر النظر، ممكن يتعالج بعمليات التصحيح بالليزر، بس طبعا لينا حدود معينه. العمليات دي بتشمل الليزك او الفيمتوليزك او الفيمتوسمايل، كل العمليات دي بتصلح الاستجماتيزم. تاني نقطة، احنا لينا حدود زي ما قلنا في موضوع تصحيح الاستجماتيزم. لو معديين الحدود دي في عمليات اخرى بتصلح الاستجماتيزم، اللي هي عمليات زراعة العدسات داخل العين. فيعني دايما السؤال اللي بيجي لي اللي بيقول هل يمكن تصليح الاستجماتيزم؟ كل عمليات التصحيح سواء زراعة الليزر او زراعة العدسات بتصلح الاستجماتيزم. معانا النهارده رحاب كانت عندها قصر نظر وعندها استجماتيزم، وكانت درجات الاستجماتيزم بتاعتها عالية، ولكن كانت في الحدود المسموحة لعمليات التصحيح بالليزر، واحنا عملنا عملية التصحيح ليها وده بعد اسبوع من العملية. فممكن كده تقول لنا احنا النظر قبل العملية كان عامل ازاي والنظر بعد العملية كان عامل ازاي؟ وانا قبل العملية ما كنتش بشوف اي حاجة، يعني كنت دايما اي حاجة بشوفها كانت مشوشة كده، ما بشوفش بسهولة. تمام. بس بعد العملية الصراحة احسن بكتير. الرؤية حاسة الزغللة، طبعا الاستجماتيزم بيعمل لنا زي رؤية كده مزدوجة او بتشوفي حاجة اتنين. احنا النهارده بعد العملية الوضع الرؤية معاكي عامل الصراحة بقيت بشوف كل حاجة مظبوطة، وبقيت بشوف كمان حاجات من على مسافات بعيدة ما كانتش بتحصل لي الاول، يعني كنت بشوف اي حاجة على مسافات بعيدة. تمام ممتاز جدا. واحنا دلوقتي بقى لنا اسبوع من العملية. تمام. الاجراء نفسه بقى جوه العمليه بالنسبه لك، احنا يعني كان في اي وجع او الم سواء اثناء الاجراء او بعد الاجراء؟ لا بصراحه يعني انا عادي، يعني نفس اليوم بتاع العمليه قعدت عادي اتفرجت على التلفزيون وعملت كل حاجه. يوم العمليه كمان؟ والله. تمام. احنا بالنسبه لخطوات العمليه بالنسبه لك حسيتي ان الامور ماشيه سريعه ولا كان الوقت كان مناسب؟ كانت عادي، كانت تقريبا خدت ربع ساعه او تلت ساعه العمليه. يعني الحمد لله على سلامتك. ويعني نتمنى ان شاء الله يعني دايما كده النظر كويس على طول ان شاء الله.